السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ معكم ريحان جمال ورحيق محفوظ. انتي أخذتي المقدمة هالمرة لأنه مش المقدمة مش إلك على فكرة. أنا مش ضيفتك عزيزتي، هذا برنامج مشترك، بس أنا الإعلامية هون، أنا وياك بنكمل الآخر. رح أحتاج وقت لأقتنع بهالإشي، بس أنا أوكي. فخورة بهذا الوقت بكون أنا اللي ببدأ البرنامج. يعني حظك إجا كويس هالمرة، أنا روقت لأنه أسمح لك إنك تاخذ المقدمة. على كل حال خلينا نلتفت إلى الجمهور العزيز. كيف حالكم يا جمهورنا العزيز؟ أخباركم؟ هذه الحلقات تبث كل يوم رحيق كل اثنين وخميس. كل يوم اثنين وخميس كل يوم. كل اثنين هي رجع الدخت، عجبك الموضوع؟ بس يسلي احنا الاثنين والخميس بدون ساعة خلاص، مساء أو صباحا. طب بعد أو صباحا أوكي. يعني على السهرة استمتعوا. وها نحن اليوم سوف نسولف عن شيء جدا مثير كالعادة. لازم لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتعلقوا لو سمحتوا. حلوة تعليقات الحلقة الماضية، كانت كتير حلوة. نعم. لا أنا جدا استمتعت بتفاعلكم الحلقة، واضح إنكم استمتعتوا، وإن شاء الله دائما مواضيعنا تكون الحلو مش بكثرة التعليقات قد ما هو قيمة التعليقات والتفاعل يعني فيها. نعم. التفاعل الحلو اللطيف اللي بتحس اللي متفاعل تابع الحلقة عن جد، تابعها للنهاية وعنده طباع منها حلو كتير. هذا كتير شغلة جميلة. فاستمروا إن شاء الله، إحنا نستمر بتقديم المحتوى. بعدين أنت ما تناوي تحطي رابط قناتي ورابط انستغرامي وشغلاتي؟ ما بعرف أنا إيش بتحكي ريهان. بس تحكي عن البرنامج على الستوري، بيسألوها عن البرنامج، بس بتحكي عن بتحسسك إنه برنامجي منيح، بذلت الكثير من الجهد. واو، ياي ألعاب نارية جو. المهم خلينا نبدأ اليوم في حلقتنا الجميلة. اوكي شو العشوائية اللي فينا اليوم؟ طب نبدأ اليوم أنا عندي فكرة. خلينا نبدأ بكلمة رمزية. شو بخطر على بالك موضوع حلقتنا يا ريحان؟ مش عارف. أو ماي جاد. حاولت أساعدك بس أنت مش مفيدة بالمرة في الأشياء. The Matrix. الله. The Matrix. هي بتنكتب ماتريكس وبتنحكى ماتريكس، فإحنا مش مهتمين بلغة الكفار اللي هو فرح نحكيها زي ما بدنا. الحين إحنا برنامج مسالم على قناة اليوتيوب. يا زلمة نرضي الجميع عادي. نشوف واحد اسمه جوزيف نحكي يوسف هيك. حسب الله. جايكوب يعقوب. المهم الماتريكس. بس رح نحكي ماتريكس، مش ما رح نحكي ما خلاص ماتريكس بدي المصفوفة. فلنعرب الأشياء. نعم. إحنا بدنا نحكي عن إشي هيك بموت بالمصفوفة بصلة. أنا على فكرة لما ينحكى الماتريكس بخطر عبالي أول إشي، يعني لو تسأليني قبل سنة، هو مش أول إشي كان رح يخطر عبالي الإشي الوحيد اللي هو فيلم الماتريكس. صح. اللي هو أنا ما حضرته، بس هلا شو بخطر عبالنا لما حدا يحكي الماتريكس؟ أندروتيت، مؤامرات، هيك شغلات. ما هو أندروتيت هو اللي حسسك إنه الموضوع إنه مؤامرات. ما هو ربط المؤامرة بكلمة الماتريكس. نعم زي توتو إحنا بنحكي ماتريكس يعني ماتريكس. نعم خلص. فيعني أنت ما حضرت الفيلم؟ أنت حضرتيه؟ أنا حضرته على أيام سبيس بور لما عرضته مدبلج. والله كان جميل. أنا ما حضرته كله وهيك ذاكرتي عنه هيك ضبابية نوعا ما. كنتوا صغار. يعني فتيان. إحنا كنا فتيان. فنعم كان أنا وأخوي كنا يعني ألقينا نظرة عليه وحضرناه. ترى أنا أخته. صح نسيت أنبه. لا إحنا شقيقتين. نحن شقيقتان. بالضبط. ففعلا كانت إحنا فكرة لازم نجيب سيف بالحلقة من قد ما حكينا عنه الحلقة الماضية وهاي الحلقة. صح يعني فعلا اللي هو أخونا. تمام. ليش صفر؟ استغفر الله العظيم. شقيقنا. المهم فيعني إحنا بدنا نحكي عن موضوع المؤامرات. ماتريكس عن جد. الماتريكس دائما بتربط صارت مؤخرا في هذا الجيل، صارت يعني سيبك من ماتريكس والأجزاء تاعيتها الأفلام لأنه جابوا العيد فيها. خلينا نذكر الجزء الأول هو الأساس، هو الفلسفي وخلص هو قديم يعني
هلا صار ينربط اكثر بالترند الجديد اللي اجى في اندرو تيت. بس اساس مبارك على الموضوع اندرو تيت صراحه انه طلع من السجن قبل والله هاليومين. مبروك يا جماعة، عن جد الواحد ان شاء سعيد الله يخلص من الإقامة الجبرية ويطلع. عن جد. بتعرفين يروح على بدي اسمي هالحلقه عبيد اندرو تيت عشان الناس تتحمس. اللي بيكره هو يتحمس ويدخلوا، واللي بيحبوه يتحمس. كيف والله العقلية الله التجارية عليك. والله اني بفهم. بس انا خايفة اروح فيها من اليوتيوب. هذا اذا حكينا اصلا عن الموضوع، لان انا وياكي يعني ممكن نشرق ونغرب، بس يعني الله يوفقنا نعرف تمام. نحكي صح. انت شو من وين احنا بلشنا نعرف اندرو تيت؟ يا زي الكل والله. انتشرت المقاطع الريلات والناس تحكي عنه. بس الأول الريلات كانت، تذكري هذا اللي كان ينشر الطاقة الإيجابية ويحكي كتير وأبصر شو أعمل هيك وأنت إنسان ناجح، وهذا انتشر أجنبي. فترة. أندرو تيت إجا بعده أو بالتزامن معه هذاك اختفى. أندرو تيت بين. انا هذاك ما بعرفه كتير صراحة. انا بعرف اندرو تيت من يعني الموضوع له كم من سنة، من الفيديو اللي عمله عن كان في بودكاست طالع هو كضيف، وحكى عن انه كيف الاسلام بدك هو الدين الاخير، وكيف انه بدك مثلا تصلح مشكلة النسوان اللي والله روح للإسلام، هاي روح للإسلام. بدك تصلح الأبصر إيش روح للإسلام. والإسلام والمسلمين بتنازلوش عن لو لما لو تغضبهم. لبست بلوزة مكتوب عليها إنه جيسس جاي عادي ونزلت على الشارع عادي، أما تروح شارع عند مش مسلم المسلمين طبعا وتكتب نفس الإشي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا بقتلوك وانت لساتك على بداية الشارع يعني. أيوه طبعا حتى لو كتبت جيسس جاي في منطقة مسلمة يعني برضو بنزلوا فيه. بس حلوة هي كانت صح. الفيديو انتشر كتير لإله، بس انتشار عابر زي الفيديوهات التانية يعني. هاي النوع من الفيديوهات كان يعني بينتشر من فترة لأخرى. بس عن جد متى قوي أندرو تيت بالمقاطع تاعته. عن جد كانت فترة هيك ريلات. أنا بحس اللي قوي أكتر الانتقادات ضده، فهي اللي شهرته أكتر يعني. هو مش صح، لأنه كانت تعليقاته مأخوذة من أشياء موجودة أصلا مسبقا. ما هو التعليقات اللي كانت توصلنا كانت منسجمة معنا عادي، كانت كويسة. مو كلها صراحة اللي توصلنا منها، اللي يعني أنا صراحة ما كانوا يوصلني من أندرو تيت غير كل إيش كويس. ما يعني ما أذكر كان يوصل لي أنا الإشي العاطل. أنا عرفت إنه يعني بعرف فيديو هذا اللي حكيت لك عنه من قبل، وعادوا مرة تانية في لقاء تاني يمكن حدا من المسلمين دعاء قابلوه وكذا. يعني كان سمعته مبدئيا حسنة، وفعلا لما عنا حسنة شوي بس فعلا كمان بلشت شهرته أكتر لما إجوا المنتقدين تعونه. هون انت بلشتي انه بدي خليني ادرس هاي الشخصيه اللي جايبها سواء منتقدين عرب او اجانب. بس الموضوع بلش عن جد لما الاعلام سلط الضوء حواليه، وبعد ما النقاد طلعوا عليه ضده بشوي بعد فتره هيك قصيره صارت هاي الكانسل. بس ليش الناس بيكرهوا جد؟ بس لأخولك نفس الكلمة كل الناس. بس لأخولك في توكسيك ماسكولينيتي. مصطلح كتير معروف. مساجني، أتوقع المساجني هي تعرف عن الذكورية والأبوية، نظام الأبوي. تسأليهم إنه طب شو معناها؟ لا هلا العرب ما شفتهم بيستخدموها. لا احنا ما بنحكي عن العرب، احنا بنحكي عن الأجانب. الغرب بيعرفوا يعني مرات صح فعلا ما بيعرفوش شو تعريفها. فعلا في كتير حماقة عندهم منتشرة لأنهم متأثرين كتير بالإنترنت بالأجندة اللي هو أصلا يعني. هو لما يحكي عن الماتريكس وهاي الشغلات، هو يعني كيف الماتريكس هي الأجندة. هذا اللي كنت بحكي لك لماما اليوم. الأجندة هي خطة جوا المؤامرة. البروباغندا هي الأسلوب اللي أنت بدك توصل فيه الأجندة اللي عندك. أيوة. يعني هلأ مثلا كل المسلسلات كل الأفلام عندها أجندة. لازم يكون في أجندة، ولا الإشي بيكون تافه ما له أي معنى غبي. إذا حتى لما تحكي هذا العمل بدي أعمل فيه قصة حب، هاي أجندة لحالها تعتبر أجندة.
ما في شيء بالحياة ما في، يعني ما بتقدرش تدخل في الأجندة. بالضبط. هلا الاسلوب كيف هاي البروباغندا، وهاي اللي من انواعها ممكن تحكي الماتريكس. والبروباغندا هي الدعاية يا جماعة. اه الدعاية للي ما بعرف. نعم. يعني زمان كانت في بس الحروب الدعاية كانت كتير تأثر على التأثير المعنوي عند الناس، يعني هلا مثلا ما بعرف اذا الشذوذ سواء العدو أو الحلفاء. لو حكينا عن نحكي الشذوذ ألوان والهيك الوان هلا مثلا سوري رسالة طيور الجنة. رسالة الالوان اللي عند الغرب اللي بده يغرسها في الكل، ما بيطلعوا بيحكوا الكل لازم يحب بعض، يعني البنات يحبوا البنات والذكور يحبوا الذكور، ما بينفع، لأنه المجتمعات ما بتتقبل هالإشي. حتى المجتمعات الأجنبية إحنا بنفكرهم تماما منحرفين. يعني انتوا رحتوا مثلا، هم عندهم القابلية للانحراف. هم ناس محترمة، كتير منهم ناس محترمة، بس إنه احترام اللي هو لبقين وكذا، بس فعليا هم عندهم القابلية للانحراف لأنهم بدون مبادئ. طبعا انتوا رحتوا على أوروبا وعلى الدول اللي فيها يعني شوية تدين مش كتير، بس في دول كتير يعني سواء بأمريكا أو أمريكا اللاتينية أو هيك عندهم المجتمع المحافظ، يعني متدين. صحيح. يعني أوكي ممكن نشوف النسوان لابسات أبصر إيش، الشباب والنسوان صحبة مع بعض ولا أبصر إيش، بس عندهم مبادئ أساسية اللي هي دينية من هي أصلها دين ديني. بس هم كتير منها برفضوا إنه أصلها ديني، إنه هيك المجتمع هيك خلاص فنحن محترم. طبعا أنا محترم، لازم تكون محترم. ليش هيك احترام، لازم تكون محترم. ما عندهم مش سبب تفسير، بس هي فعليا زي ما قلتي أساسها ديني. نعم. فهدول كيف بدك تدخلي رسالة مقرفة فيهم؟ بدك من خلال الإعلام. بالضبط. اللي هو إنه والله أولا تعمل جماهيرية معينة، هي جماهيرية مزيفة. يعني مثلا برنامج توك شو أو هيك، والحضور الموجودين هدول بيعبروا على أساس عن الناس، عنا إنه أي واحد ممكن يحضر، بس هو مزيف. يعني موجودين ناس موجودين بس متفقين معهم على الأشياء اللي هي بتعبر عن فكرة ورسالة البرنامج. صحيح. بتجيبي لك واحد والله صاير منت، فكلهم أوه ماي جاد بيسقفوا وبيعيطوا بيدمعوا إنه هاي وتعاطف وأبصر إيش. هاي هي البروباغندا، وهاي بالضبط. وهي بتصير للأسف مش بس بالإعلام والبرامج، هي بتصير في أرض الواقع. بيحاولوا يخلوها في أرض الواقع، ما هو لأنه الناس على قد ما بتأثر عليهم في الإنترنت الواقع بيكون غير. يعني بالضبط. هدول اللي بيكونوا المرضى النفسيين بيكونوا منتشرين في التيك توك وبيحكوا شو اسمه البروناونس تاعيتهم زي هيك. هدول بتلاقيهم شو بأرض الواقع زي التوتو ماشي حرفيا. بفضوا عياطهم في التيك توك انه مثلا ما حدا ناداهم بالضمير اللي هو بده اياه. بالضبط. فبصير بس يفضوا عياطهم في الانترنت لانه ناس ضعاف شخصيا. فايش بيصير من مجتمع محافظ؟ المشكله حتى في دولنا العربيه، انه مثلا بطلع بحكي هاي بعدين بحكي انه انا ما بحكي اقتلوهم مثلا للالوان، بس طب ليش انت بتراجع في كلامك؟ لا، وليش بتطلع الطرف اللي مش عاجبه انه بده يدمر، بده ينهي وجود بطريقه تعسفيه؟ بس شو يعني ليش بتطلع الحل عند الناس اللي ضد انه ما احنا بس بدنا ننهيكوا بس هيك بطريقه هيك بالضبط بالعنف؟ بس انت متخيله انه حدا مثلا في بلداننا الحاليه بس يحكي عن موضوع معين يصير برضه يعمل احترامات خوفا من إشي الإعلام الغربي وصله. فصرتي انت حتى بس تحكي في بعض الشغلات بتحسي حالك انه انت الفئه القليله. مع انه هذول بس مشكلتهم انه صوتهم عالي. هذا جزء من المؤامره. هاي جزء من المؤامره. فبس يعني هذا اللي أندرو تيت واللي زيه بيحاربوا. طبعا ليش احنا بنحكي أندرو تيت؟ لانه هو اعلن انه في مؤامره واحنا لازم نحاربها. هلا وهو الرقم 1 عالميا. ليش الكل اللي بيدعوا للانفتاح سواء علمانيين نسويه الوان، ليش كلهم بيحاربوا أندرو تيت؟ متوحدين على الشغله، هم دائما متحدين. يعني النسوان صح بيكرهوا الذكور حتى لو كانوا علمانيين وهذا، بس انه ليش بتحدوا كلهم عن انه يكرهوا اشخاص زي أندرو تيت؟ هاي شغله انت ما شفتي، انا مريت على التويتر عشان اشوف التعليقات الناس اللي ضده مع أندرو تيت. طبعا اللي مع يعني
صراحة اختلفت المستويات، بس أغلبهم إنه كنت أضحك يعني نوعا ما كنت أضحك وأقول ظريفين. لأنه مرات يعني هو أخذ من محمود درويش كلام محمود درويش مش محمود درويش اسمه هذا الشاعر بتاع الشعر الحر، ما بهتمش بالشعر الحر عشان هيك بعترفش فيه. فحط منه نصين هيك والناس بتغنوا والله فعلا محمد. مين هو اللي حاطط؟ اندرو تيت. مش انا حكيت لها امبارح، بس لازم كمان اوضح لكم. وين كنتي عامله تفكير بعيد المدى لاشياء ثانيه؟ انا اكثر من 5 كلمات بتحكيها معي فجاه. انا بحكي كثير كمان صراحه. فكان اندرو تيت حط تغريده كلمات هيك لمحمود درويش، فالموضوع كان الناس هدول الجماهير اندرو تيت كانوا مبسوطين وكذا العرب. فيعني كان الموضوع هيك ظريف، بس انه ما فيش اشي كتير غبي نشاز زيادة خضوع وكذا. بس مين اللي كانوا بضحكوا اللي هيك غريب حقد بتحس اغلبهم النسويات. نعم. العلمانيين شوي كانوا بيحكي يعني صراحة احنا بنختلف معه، بس انه هو طلع من السجن وهذا يثبت انه معلش اوكي في نسبيا شوي، بس النسبيات اللي كانوا حاقدات كانوا كتير حاقدات. بس يعني كلهم اتحدوا على نفس الاشي، انهم هو بنبذوه سواء عرب او يعني الغرب. انا بحضرهم اكتر اشي على كمقاطع فيديوهات على اليوتيوب اشوف كيف ردود فعلهم. لا انا بستغرب جدا من العربيات اللي ممكن انت تفضلي النسوية على مبادئ تانية. يلزم مشان الله يعني اندرو تيت كتير حكى في اشياء بتخص النساء ممكن تضايق بعض لانه في بنات بيركزوا على انهم يتحسسوا. لا يعني بيركزوا على انه احكي لي الموضوع بطريقة لطيفة. طب احنا بنحكي حقائق يعني انسي، هو ما بيحكي معك بشكل شخصي، هو بيحكي عماله نصائح وبحكيها بأسلوبه. هو ما سبك انت على فكرة ولا سب جنس النساء، بالعكس بحكي النساء هم غاليات، هم مهمات كتير في مجتمعنا واحنا بنحبهم ونحترمهم وإيش زي هيك. بس يا الله يعني لا وبعدين انت كمسلمة خلينا نحكي للمسلمات، الدين أعطانا حقوق بالهبل. فهو لما يحكي عن عن النساء والتعامل معهم بيحكي عن من منظوره على فكرة في منظور غربي. هو في بث مباشر بيحكي كان في بث بودكاست كان يحكي انه الرجل عادي يخون الأنثى، بس الأنثى ما بصير تخون الرجل. طبعا احنا كعربيات ومسلمة يعني الطبيعي انه ايش شو هالحكي ابصر شو، بس فعليا مش هذا الحقيقة. الواقع في الموضوع انه اندرو تيت كان يحكي بمفهوم الغرب. هم عندهم التشيتينج هاي مش قضية كبيرة كتير. والبنت ممكن تحرد منها وكذا، بس عادي الموضوع متصالحين كتير في الموضوع غيرنا عنا. يعني احنا استبدلوا التشيت بالتعدد. ولا وهلا حتى في الاعلام العربي صار انه انت بترضي انه بتكوني زوجة ثانية. والله يا ريحان اكثر الناس والله في كتير متدينات بيحطوا الدين على جنب وقت الموضوع هذا. لا يعني انا البنت غيورة بطبعها وهذا اشي بالعكس طبيعي جدا، بس انك طبعا لا وعلى الادب مع دينك لما تشوفي واحدة بتحكي لك انه التعدد عادي، لا يعني انها بترضاها على نفسها بالضبط، لكن هذا يعني غلط تحرم اشي ربنا حلله على المجتمع بالضبط. يعني ربنا لما يحلل انه التعدد مش كل الالزام رح يروحوا يعددوا يعني ويتزوج 4 نسوان وهيك لا. فالبنت لما تيجي تحكيها عن تحكي إشي لازم إنه يكون مسموح في المجتمع، لأنه في الدين مسموح ربنا حلله. ليش تحرمه يا الإعلام ويا هاي؟ لأنه لا يعني إنها بتحكي لزوجها لأن المعيار الأخلاقي هو المعيار الأخلاقي صراحة عندهم يعني ميزان اللي بيوزنوا فيه ردود فعلهم العواطف قبل صراحة. في واحدة أساءت يعني غردت، شفتها من تغريداتها. طبعا بيكفروا أندرو تيت أعلن إسلامه وهم بعدوا يشككوا فيه ويطعنوا فيه. العالم مصيبة، أنا شيء مقرف. مع إنه هدول دائما لما تيجي تهجم على حدا
ويحق لك أن تهجم عليه لأنه بيكون أساء للدين أو رمى هيك صح. كلماته. لما ترى بيحكوا لك الإيمان في القلب. أما على أندرو تيت عادي ما عندهم مشكلة كان يهاجموا عليه. هدول خاصة جماعة النسويات اللي بيقولوا إحنا النسويات الإسلاميات، هاي مش عارف كيف ضبطوا معهم. ويعني هم أغلب الناس بيحكوا لك إنه مثلا النسوية مش النسويات المتطرفات، إحنا بنحكي لا عن النسوية اللي هي المرأة التي تطالب بحقوقها وحقوق النساء في مجتمعها. يعني على أساس إحنا يعني ما بنطالب بحقوقنا عادي. يعني إحنا لما نطالب في حقوقنا إحنا بنطالب في مجتمع تخلى عن التشريعات الإسلامية اللي أعطت للمرأة حقوقها وواجباتها. عليك نور. صح. فإحنا لما نطالب بهاي الشغلة، لما أنا مسلمات. بالأردن مثلا أطالب في موضوع بخص إنه أنت والله لما واحدة تتطلق الممكن ترجع مصاري لزوجها، مو خلع، طلاق، الشقاق ونزاع الأبصر إيش، وهذا في الدين غلط. يا بيطلقها فهو لازم يكون معطيها مصاريها أصلا من زمان، لا مؤخر ولا مقدم. يا بتخلعه فهي بتعطيه مصاريها. أما ويرجعوا نسبة وأبصر إيش، هنا بتيجي بتحكي هاي حقوقنا من الإسلام، مش هذا حقي أنا كأنثى وهي النسوية وأبصر إيش. لا هذول خاصة الجماعة النسوية اللي بتحاول تتأسلم. يعني طبعا إحنا ما نكفرش الأفراد، مش هون الفكرة، بس ظلم للنفس، ظلم للمجتمع. لما تيجي تنسب إنه في واحدة بتحكي النسوية أصلا هي اللي خلتك تتعلم. هي واحدة مرة هيك حكت لي إياها، أنا هيك أخلاقي خسرت. ما خسرتهاش يعني صراحة، حاولت أمسك حالي، بس كتير مش طبيعي. مو النسوية اللي خلتنا. تخيلي واحدة تحكي لك والله يتخيل إنها زي بتنبذ مجتمعك بهويته أنا مش وثقافة. يعني مش بس إجت بالثقافة، إجت في الدين. تتعلمي شو؟ تروح المدرسة. هاي بتنحكى لوحدة في الغرب، لأنه كان التعليم عندهم لا عندها رأي ولا بتصوت ولا إشي. هاي شغلات بالضبط. ولا عندها ملكية. مش سيبك من التصويت، ما عندهاش ملكية. شوفي عشان تكون بالصورة، يعني إحنا جداتنا وهيك ما كانوا يدرسوا لأنه مستعمرين. هاي الفترة يعني كان فيها استعمار أصلا. يعني الدولة اللي ماسكيتهم اللي هي المستعمر دولة غربية أصلا، نسائها هناك بيعانوا. ولا الدين التعليم للمرأة والعلم معا إله معنى وإله يعني. فإيش الغباء هذا؟ ما هو هاي واحدة من المؤامرات ريان. أي واحدة من المؤامرات. هو المؤامرة مصيبة. المؤامرة إنه شو يعني سهلة. يعني واحد بيتآمر عليك، يعني بيخطط ضدك بس بعمق أكتر وبحنك أكتر عشان إنه يسقطك. لا ثواني شوي، يعني أنا مش فاهمته الناس اللي بيحكوا لا أنت ممكن تتآمري على حدا ريحان، أنت ممكن تتآمري على حدا، بس أنت قلتي شيطان. ليش؟ عشان اللي بيتآمر ضدنا فعلا شياطين. يعني إحنا ديننا وقيمنا ومجتمعنا وشريعتنا بتوفر لنا أحسن قيم بتحسن من المرء، بتحسن من المجتمع وحياة الأفراد وحياة العوائل وحياة أهل الحي وأكثر من هيك. باللي هاي بيجوا بتفصحن علينا هم بلدين أصلا ولا أخلاقيات ولا إشي. والمشكلة الأكبر إنه إحنا نستقبل هاي الإشي هذا وبنحكي ما فيش مؤامرات، وبنحكي فيش مؤامرات. طبعا رح تحكي ما في مؤامرات لأنك أنت أصلا غارق فيه. غارق في لا يعني في كتير. ما هو في كتير حتى يعني عادي ممكن تلاقي من المتابعين ناس عندهم ميل لشغلات معينة في هاي إحنا ممكن نكون متعرضين لجزء من المؤامرة حتى لو كنا واعيين لإلها، بس إحنا ممكن خاضعين لإلها إنه إحنا مهزومة حاليا. يعني مشتتين. أنا مش فاهمة. ماشي إحنا مشتتين وماكلين هوا هاي، بس يا أخي المنطق واحد يقرأ يعني أنا مش فاهم. إحنا بس نقرأ قرآن والله في رمضان أو في غير رمضان، يعني إحنا على أساس قرآن ونمشي على الأرض وأبصر إيش اللي هو إحنا الإيش اللي بدنا نوصل إله. طب يزم بس تقرأ أبسط الأشياء، أول سورة البقرة والسورة اللي بعديها، يا أخي قديش ربنا ذكر فيها موضوع الشيطان والخير والشر والخير والشر. نعم. والشيطان كيف تحلف لربنا إنه اللي هو إنه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
يعني راح يستلمنا استلام. وهي يعني يعني سورة الإسراء بس يعني في نفس ما هو نفس المعنى في سورة البقرة صح. وهاي يعني يعني وأحتنكن شو معناها لأستولين عليهم ولا أستأصلنهم يعني مستلمنا بتخطيط عميق كمان. فلما تشوف إنه الشيطان هيك، طب الشيطان ما هو بيجي على البشر يا زلمة، ما هو الشيطان دائما نحن بنحكي لما نحكي عن الخطط، يا هاي الخطط اصلها مين زعيمهم، مين على راسهم، دائما نوصلها النتيجه ابليس، دائما بنحكي هيك. فهي اكبر مؤامره الواحد بتعرض لها، والمؤامره فكيف بتفرع الواحد منها ما يصدق؟ مؤامرات وكبيره. ليش الواحد ما بيصدق هاي موضوع او يعني فكرة المؤامرة؟ ليش بنتخوت عليها انه مؤامرة؟ مؤامرة. لا ودائما بيحكوا لك انا ما بصدق بنظريه المؤامره، لكن هذا الموضوع ليش ما بتصدق بنظريه المؤامره؟ وليش بتضلك مسميها نظريه زي كانها شيء خيالي؟ يمكن ريحان هم بيحكوا عن الاشي العميق اللي كثير، الماسونيه والاشياء صار زي هيك، بس برضه هذا واقع طبعا واقع هذا يعني هون الشيطان اساسا قاعد رجل على رجل ومرتاح. احضروا اتوقع سلسله منزلتها قناه السبيل على يوتيوب عن هيكل هاي فرسان المعبد. فرسان المعبد ماشيين بذراع يعني الكنيسة المسيحية اللي هي مشيتهم هم ماشيين بنية انه والله احنا معنا الكتاب المقدس ومننفذ تعاليمه وماسكين الحرب. بعد زمن لما اجوا يغربلوا هاي هذا التنظيم من نفسهم المسيحيين، والملك اللي بيكون متابع للمسيحية، لما غربلوا هالنظام ودخلوا جواته في عمقه اكتشفوا انهم عبدة شياطين. طبعا يعني عفوا يعني فالموضوع مؤامرة موجود، اللي هو شغالين يعني الشياطين نفسها. صحيح هم مفكرين عبدة الشياطين، في ناس مفكرة عبدة الشياطين بس انه بعبدوا الشيطان بالضبط. يعني حتى الاعلانات صار في اعلانات كتير غريبة. هو نفس مبدأ السحر والهاي، خلص الواحد بيصير مش مجرد ما اكتشفنا هالاشي على السوشيال ميديا بعد فترة. الدارك ويب من متى بنعرفه؟ الدارك ويب بس هل هو زي تجارة أسلحة وشغلات زي هيك؟ لا والله الموضوع أعمق من هيك. هاي الجزر السرية اللي بتصير فيها شغلات بتخوف، هي بس عشان يمارسوا فيها الممارسات المريضة اللي بتتمارس. لا الموضوع أعمق من هيك أصلا. وحتى أقول لك حتى أبسط من هيك يعني أو أوضح من هيك بالأحرى، السياسة اللي بتصير سهلة يعني. والله لما تشوف دولة من والله غربية، والله أمريكا مثلا أبصر إيش بتعمل عقد مع دولة مجاورة. طب سياسة هاي الدول التنتين يعني، طب ليش ما نقعد نفكر في الموضوع انه طب هدول بلكي يعني ليش ناخدها انه والله هذا رئيس وهذا رئيس، هدول كل واحد مستقل بنفسه. ليش ما كل شيء مرتب بينهم؟ ليش ما كل شيء ربنا ذكر في القرآن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني كيف اجتمعوا أصلا من الأساس إذا هم مشتتين من جوا؟ كيف؟ لأنه النية قوية جدا ليتحدوا، يعني السبب عندهم قوي ليتحدوا. وهذا السبب حاليا اللي بنشوفه عمالهم شو اللي بيجمعهم هذول. مهما اختلفت عقائدهم بين قوسين، هذا على يهودي هذا مسيحي، عقائدهم الظاهرة. عقائدهم الظاهرة يعني إن شاء الله لو مسلم، يعني المتدينين من كلا الدينين، مش ضروري رموز على فكرة، لأنه رموز في العادة خربانة على فكرة، حتى المسلمين آخر كثير منهم فالمتدينين في كل الديانات دائما بيكونوا بنبذوا هاي الأشياء اللي هي أمريكا مثلا الدولة المسيحية على أساس، أو أوروبا فرنسا ما شاء الله يعني ديانة علمانية إيش هم علمانيين، بس وقت الجد بقلبوا لك القيم الفرنسية. وإيش قيم فرنسية؟ ما أنتم عندكم قيم أصلا، بيكون تلاقيهم التطرف الكاثوليكي ولا هاي. لا وهلا لو طلع حدا ضدهم، سواء دولة سواء رئيس سواء هاي، بكل سهولة بسلطوا الإعلام ضده، فالكل بكرهه عادي. لا ولسه لو أضعف شوي بنسفوه فجأة هيك خلاص بختفي. بالضبط. فأنا فكرة في عندي هاي الفكرة إنه لما أشوف الناس كلهم حاقدين على فلان الفلاني، بس أو كلهم بيحبوا فلان الفلاني، لا والله هذا الموضوع بشكك الواحد كتير. يا خليني أروح أشوف
تذكروا هلا اي اسماء مشهوره شايفينها اللي هو المؤثر انه في مؤثرين ريحان لا في احكي بتحسي في فيهم التاريخ، احكي في التاريخ لا حتى. وبعرف فاهمه، بس هلا في مؤثرين انا مثلا بعرفهم، بس يعني بقول هم مشهورين بس شهرتهم غريب شوي، انها مش يعني مش بشهرة بعض الناس، مع انهم مشهورين، بس في شهرة عن شهرة بتفرق يا اختي. طبعا في غريب، في ناس مشهورين شهرة هيك غريبة دول تابعوهم وهيك شغلات وإلهم بس جمهور. مش بس في تشوفي فيهم إنه بقولوا مثلا هذا يعني موجود في المنطقة الفلانية، طب مش مفروض إذا هو متبني هالشغلة مش مفروض يكون مسجون مثلا؟ مش مفروض يكون محارب مثلا؟ ايوه ليش ماخذ راحته بالحكي؟ غريب يا شيخ، غريب. في ناس لا بتحترمه، وفي ناس بيستميلوكي بشغلات. يعني صراحة خليني احكي بصراحة، احمد الشقيري. اوكي بلشنا ندخل اسماء. لا يعني طبعا عادي يعني لو احنا طبعا شغلة عن شغلة بتفرق. مش كلهم نفس الدرجة من هاي. ايوه وهي مش تخوين، مش بقصد التخوين، احيانا في ناس طبعا بسيطة، حتى مثلا زي حمزة نمرة مش يعني بس مناضل، بس خلص احنا في ناس بسيطة، بس انه انا اريد ان اوصل كلمتي للناس، هذا مش فارقه معه، فانسان بسيط. طبعا للي بيحكي المهم نيته وابصر ايش ما راح تعيشك النية، ما راح تعيشك النية. امشوا احنا كمسلمين لازم نحكم بالظاهر. لازم لما يطلع قدامنا والله شخص بده يزعم انه يكون زعيم مثلا، والله لا مجموعة لا قبيلة، بدنا احنا نعمل قبيلة انا ورحيق واخواني، وبدنا واحد يكون زعيم إلها. والله وطلع واحد احنا بنشوفه يا زلمة يعني مرته رقاصة وهو ابصر خمرجي، بس هو بيحكي كلام رائع، كلام راقي، بيحكي بذكر ربنا. هو هيك راح يحكي لك ريحان خدي بالظاهر برضه، هو بيحكي كلام راقي برضه، ما هو على في ظاهر في تناقض ما هو هذا الفكرة. بس لا هلا الموضوع درجات. بس هلا مثلا انت حكيتي عن احمد الشقيري وانا حكيت عن حمزة نمرة، هدول ناس بسطة. ما انا بحكي لك الموضوع درجات، بس بيخدم. احمد الشقيري من ايام زمان واحنا بنتابعه، وانا من محبي خواطر جدا. كنا رمضان لازم خواطر قبل الاذان لازم. وهو يا اخي فكره رائع، بس بفتره معينه بس صار مثلا ربيع العربي، بس صار احداث كثير. فعل معه كمان في البدايه على فكره، سنحيا كراما هاي الانشوده كانت بس زين، وكان راح على مصر، بس برضو اشياء رمزيه. لا راح لمصر وشاركهم الثوره على فكره، يعني شاركهم بعدين الناس استقرت. بعدين خلص لما الناس انهزمت ولما الناس رجعت صارت في ثورات مضادة والناس رجعت الكل على فكرة انفأسوا ورجع لورا خطوة. بس هو للأسف مو الكل هو سكت من السكت. الكل اللي هلأ برا يعني عادي عم بيعملوا لهم حياتهم وهيك، هدول هم اللي والله تراجعوا خطوة وأبصر إيش. بس اللي ما تراجعوا وينهم هسه؟ بدناش نحكي في الموضوع كثير، بس يعني لما أجي أحكي عن أحمد مش هلا رايحة ننهي الحلقة وينك بس لا لما نحكي عن أحمد الشقيري، طب هلأ شو بيعمل هو بعد ما لملم جماهيرية رائعة؟ هلا والله قاعد بيعمل برنامج هيك ما له دخل في جو القبل. ما عندي مشكلة في تنوع الأفكار اللي ممكن يعمله، بس بتلاحظي انت لازم تحضر على فكرة، وأنصحكم كمان تحضروا برضو قناة السبيل. بحب قناة السبيل، خاصة الأستاذ أحمد دعدوش كان عامل حلقة عن الشقيري، حكى عن مسيرته تاريخه، وحكى أنا ما بدي أهجم عليه، أنا مش قصدي أهجم عليه، بس هو بدي أسلط الضوء، لأنه وكان بالفيديو حاط صورتين لاثنين دعاة من السعودية غابوا في السجون، والشقيري ما مسوا إشي، استمر ولسه هلا والموسم اللي قبل بمدح مشاريع السعودية. ان شاء الله ما يكون ان شاء الله ما يكون مدح المكعب. ماي جاد هذا لحاله قصة. هاي اكبر مؤامرة هلا بتصير. ابرا الاشرف ابرا روبوت بيجيكي لما هو معتمدين على الذكاء الاصطناعي كأنه في الموضوع. لا انا مش فاهمه، يعني انا بديش اطعن لا في ولا هيك، بس خلص يعني الواحد احنا كناس صرنا متعودين على السوشيال ميديا، مش زي السنوات اللي قبل. صارت هذول المشاهير عليهم مسؤولية كبيرة بالضبط، واحنا علينا مسؤولية انه مين بدنا نشهر ومين بدنا هيك. هو اللي بسكت، بس برضو علينا مسؤولية انه
احيانا نشكك. اوكي ان بعض الظن اثم، بس هاي يعني مفهومنا فهمنا للآية كتير غلط، كتير غلط. يعني اللي بيعرف باللغة بيعرف انه البعض هو مش الاغلب، انه بعض الظن اثم. بس زي ما بنعرف بس ممكن تبعيض يكون لها معنى تاني او تفسير اخر للعلماء، فخلينا ما نخوض في الموضوع. بعدين خلينا ما نحكي ان سوء الظن من حسن الفطن كمان. يعني الواحد لازم احيانا يشكك شوي، مش اللي هو يشكك ويعمل، لا بس انه ما يقدس. يكون حذر. بس انا ما بدي ارجع على الناس البسطة كثير، لانه حرام اللي بسكت، مع انه أنا الواحد بيعتب على اللي بيكمل ممارساته مع خلينا الطرف المرفوض ومستمر بهالاشي. يعني يعني خلينا نقول مبدئيا هيك الله يسامحه. لا بس هدول الناس بسطة، هدول اللي بيمشوا على عواطفهم، انه انا بدي اسمع صوتي للناس، انه بدي اوصل فكرتي للناس. هذا اللي بيصير فيه. بتلاقيه مثلا وقف يا زلمه شو مالك واقف مع الناس اللي عليهم حكي، بتجيب لحالك مشاكل وكذا، لانه ما بعرف يعني بتفاجئ وين الله حاطه، او خلص بيمشي مع اي فرصه. زي الدحيح، انه عاد الدحيح سقط صراحه، سقط. ما بعرف. فاجت معه والله شاب هيك اجى يساله شو بتحكي نصيحه للشباب وكذا، شو يعملوا؟ كلا الحياة عبثية، والإنسان بيشرب وبياكل وبينام وبس. مش عارف. فحاجة أنا بحكي تقديس المشاهير، ولا يعني تقديسها إنه ماي جاد وعبودية وأبصر إيش. لا، أحيانا تقديس المشاهير إنه طب اربطينا تقديس هذا له دخل بالمؤامرة، هذا أحد أشكال المؤامرة. كيف؟ هلا مثلا أحد أشكال البروباغندا. صح. بس يعني انت مش المفروض، يعني مش شرط يكون الاحترام المشهور تقديس لإله. يعني انا فاهم الفرق بين الاحترام والتقديس. انا فاهمه انه في فئه بتقدس، بس في فئه كمان يعني انه يعني في فئه وسط وعادي، بس برضو إلها دخل بنظريه المؤامره. ترى من اي ناحيه لها دخل؟ انه انا بتبع راي مثلا، هذا انت ما بتعرفي هذا شحرور، هذا ملحوس مات يعني وكان يحكي أشياء غريبة في الدين، زي اللي بيفتي لا تجزى ميت إلا الرحمة. بس إنه فعلا كان غريب أطوار، وكان الناس يحكوا بس محمد شحرور حكى هالإشي. فأنا فما ما بتحسي من أسلوب مثلا حكيهم إنه مثلا أنا إنسان متطرف في حبه، بس أنا باخد في رأيه بيكون ناسب هواه، لأنه مش طبيعي حدا ياخد برأي واحد زيي. باخد برأيه، هذا تقديس ترى. بس ما لا هذا تقديس. ما اتوقع انت لما تاخذي براي عالم اخذتي برايي، اخذتي برايي سواء بطريقه علميه. على اي اساس بالضبط؟ لا حتى احنا لما ناخذ والله من الراي ناسب هواكي، بس مش الشيء العالم نفسه او الشيخ او الملحوس. لا استنى شوي. انا بدي احكيك عن شغله اليوم. عثمان خميس عرفتي؟ للكل بنشره واسد الابصرمين واسد السنه والابصر. يعني انا بحب احيانا كلامه في بعض الشغلات، بس في شغلات بس يتدخل فيها بحكي ايش يا زلمه. بس بنوض بنعطي احتراماتنا، لأنه في النهاية رايحين من لا يعني هاي طالع في عالم دين. أنا صراحة في كتير ناس سياسيا بختلف معهم، بحس إنه الموضوع شوي بدمس العقيدة أو الشريعة، الحدود. لا أنا ما بحكيك عن إيش سياسي. لا بس عرفتي أنا بحس أنا لا بس اسمعيني أحكي لك. أنا في بعض المشايخ بحس إنه في آرائهم الفقهية، مش بحس بس بدرك هالإشي، بشوفه آرائهم الفقهية مرات بتمس حدود من حدود الله، لأنه آرائهم بتكون خطيرة، إنك تكون عالم مش مزحة. مع ذلك بعطيه احترام الشيخ، احترام العالم. إنه اللي ما بيعجبني بحكي إنه شو اللي ما بيعجبني فيه، أو ليش أنا مثلا ما باخذ برأي فلان أو ما باخذ برأي علان، خاصة على مستواي أنا كفرد. بس ما بحكي يا سلام شو بتعمل، يعني في احتراماته. يعني أنا بتفهم تماما عثمان الخميس ليش في ناس بيحترموه وكتاب، وأنا بتفهم. أنا بحكي لك عنه، بس أنا بحكي بعض الشغلات اللي هي ممكن تحكي إنها زي أحكام على شغلات. ما أنا ناسي، وإحنا مش ببرنامج علمي والله أذكر لك أمثلة وهاي. بس إحنا بالأخير نقاش عادي زي ما بنتناقش أنا ورحيق، بس نكون قاعدين مع بعض عادي. ذكر فيها يعني أعطى أحكام. بتعرفي هذا الأسلوب اللي هو تحريم لكل اللي لو لبست حفاية شبهها لو لبست حفاية أخوي فهل أنا بتشبه بالرجال؟ نعم. إيش دخل؟ فيش حاطة غيرها، شو عمل؟
ده لكم بزبالة يا شيخ. بالضبط. بدي افوت على المطبخ والمطبخ مغسول مثلا. فهيك اللي هو ما بتكون لك الاختلاف، ما بتكون لك اي شيء، خلص تحريم وبس. انا ناسي ايش كان الموضوع، بس موضوع اللي هو ما تحطيش حالك في ورطة يا ريحان وشغلة انت مش متذكريتها، لانه فعلا مرات ممكن تزعلي ناس يعني. وانا يعني انا بس بقدر الفكرة انه خاصة لو كان شيخ الفكرة انه بحترم طالع الحساسية جديد. هاي. الفكرة انه طالع جديد برنامج سائلينه هل انت مع او ضد المقاومة. حلو، عن احكيني شو الحكاية. فيا الله لو نصور ليش ما صورت؟ ليش استشهدت فيها بعد الناس؟ يا استغفر الله العظيم. فكرت الهاي خلاص يا جماعة اللي بيعرف لا التعليقات يحكي لنا. حكى شغلة انه بما معناه انه الواحد اذا مو قادر يصالح، انه وما بعرف مو قادر يعني، عفوا شو اللي مش قادر هو بحكي على شكل فرد ولا على شكل مجموعات؟ لا ما المقاومة الفلسطينية. ماي جاد. لا اسمع، يعني بحتاج اسمع له جماعه اللي بيحبوا انا عرفت لا يحكوا لنا عن جد الحكي اللي حكاه بالضبط. انا عرفت من حق يعني حق لكم الرد، واحكوا لنا وجهه نظركم في الموضوع او تبريركم اذا انتم متفقين. انا ما بعرف الراي كله، بس مبدئيا موضوع شوي بده شرح اكثر. انا بشوف انه كلامه يعني حتى من ناحيه الاحكام وهي شغلات، هو كداعيه انسان رائع، كداعيه وكالشباب رائع جدا. لكن كأحكام ممكن يعطيها لناس بيسألوا، فهو ما بيجيب لك الاختلافات اللي على بعض الأحكام. بس ريحان احنا شطحنا ولا احنا شطحنا احنا بس هذا مثلا يبين احنا فصلنا كتير. احنا المفروض نحكي عن المشاهير بشكل عام ونضرب مثال ونرجع لموضوعنا. كثير شطحنا هسه تذكري انه شطحنا، بس اكون انا قاعده بحكي. لا انا شطحت علي انا كمان، بس شغله بسيطه. شخصنتها البنت صح. ما عندي غيرها بالغرفه، بس يعني الفكره انه احنا بدنا نحكي عن المؤامره. هلا انا سالتك شخصيات الشهره هاي، وسيبك من التقديس والاحترام، لانه عن جد درجات الموضوع كمثال بعدين احنا ما هو في درجات من الاحترام للمشاهير، بغض النظر هذا مشهور محترم مشهور مش محترم، في درجات. بس ما بهم انا كيف المؤامره هاي كيف تنصنع بما يتعلق بالمشاهير، لانه صراحه احنا هلا شباب كثير بنتاثر في موضوع المشاهير. الموضوع حساس، بس في النهايه ريحان لازم يكون عندك قدوه طبعا. وفي مشاهير عن جد اهل علم، او مثلا عنده مثلا انت ممكن تتابعي شخص رياضي او يعني شخصيه رياضيه ذكر انثى حسب المتابعين. طب هذا مش انسان عالم، بس خلاص متخصص في هذا الاشي الرياضي، فانا بتابعه، فهو انا الفيجر تاعي اللي انا بحترمه الناحيه هاي. وين المشكلة المؤامرة؟ بس أنا بتهمني أحيانا إنه تكون آراء هذا الشخص. مو شرط على فكرة، مو شرط. في ناس عن جد عن نفسي، خاصة المشاهير. في مشهور في فيديو المشهور بحكي أنا إنسان تافه، أنا بس بروح بمثله هذا، ما تاخدوش مني إشي، ليش بتسألني عن كذا؟ هاي في ناس بس أنا بدي أسأل عن جد عن المؤامرة، دخلي اربطي لي إياها بالمؤامرة، لأنه واضح إحنا مهتمين بالمشاهير. أندرو تيت فعليا كيف دخل موضوع المؤامرة؟ وهو شخصية مشهورة، كان ملاكم بعدين صار. بدي هاي الموضوع، شو رأيك؟ حكيت فشيت تقولي وتركت لها يلا اعطتني الاشي مش صعب بالمره، بس انت اعطيني الفكره العامه. يعني هو الامثله حلوه، بس احيانا بتضيع لنا الاشي الاساسي من اياه اللي هي المؤامره. هلا انا بالنسبه إلي بشوف ان الشخصيات المشهوره ممكن تستخدم، يعني مفهوم الشخصيه المشهوره ممكن تستخدمه الاجنده او يعني الاجنده نفسها. انا لما احط الف تعريف في الاجنده قصدي الاجنده اياها، سواء الألوان العلمانية النسوية، هاي الشغلات اللي إحنا ضدها. فهاي شغلات بتصنع لك شخصية مشهورة بتحمل لك هاي الأفكار السيئة. هنا وقتها بتصير في مؤامرة. أو مثلا شخصية هاي صارت كثير على فكرة، خاصة بالغرب، شخصية كثير مشهورة محبوبة، أو مثلا صانعة نجاحات عاملة قدوة للمجتمعات، قلب وبحكي أنا مثلا بدعم الألوان. أنا على فكرة بحترم كتير كيان الاحتلال، أو أقلها والله يروح على الدولة. شفت اللي صار بأفلام ديزني الأخيرة؟ شفتي مثلا هذا الفيلم اللي سوته ديزني وكان فيه شخصيات ملونة، واحد منهم على أساس مسلم،
أساس يعني. Eternals. أيوة أنا ما حبيت أحكي الاسم بس بس يعني عشان الواحد ما ينصح بالأفلام، يعني هو مشهور بس وانمنع، خاصة بشهرته انمنع عن العرض. بس هذا الفيلم كان من خلاله أجندة، ولما الناس رفضوا وقالوا لا، حتى فيلم باز يطير اللي نزل هذا اللي ملوش دخل باز يطير بشلن، إن لما الناس رفضت وقالوا لا ما ينعرض عنا، والحكومات ساعدت في هالشغلة أخيرا شغلة كويس، إنه الصين منعت الفيلم وكذا، والشرق الأوسط وقف بوجهه. الممثلين اللي عاملين فيها إنه إحنا بنحترم جميع الآراء وكذا، إجوا ضربوا وهجموا على الأطراف اللي منعت عرض الفيلم. ومين هذاك اللي حكى إنه أنتم ما راح تنقرضوا، عاد إحنا عارفين مين اللي ما بيتكاثرش وراح ينقرض. يعني كابتن أمريكا بده إيانا ننقرض. لا بس عارفين مين اللي ما بتكاثر بالتالي راح ينقرض يعني. بالضبط. فيعني هاي ريحان هي بتستخدم في المؤامرة طبعا. تخيل انتو يعني اصلا الغرب بيشوفوا بس منهارين اللي هو ذكريات الطفوله، انتو بتخربوا لي اياها. شغلات بلشوا فيها من زمان افكار كتير بلشوا فيها من بس زمان، بس هلا صارت اوقع كتير. مش لا ليش الموضوع مش موضوع انها انتشار أوقع. كتير. لا شافوا صارت الطرف المعادي واللي مو قابل هذا الاشي صار صوته اعلى. يعني احكي لك شغله، اعطيك مثال حلو. يا انا خايفه من امثلتك لانك بتدخلي فيها بالتفاصيل وانا بتحمس معك. لا احداث حي الشيخ جراح. اوه اعطيتيني احلى ماده للمؤامره عن جد. لو تحضروا عن السينما اللي هو ريت تخان لما حكت عن فلسطين وهوليوود، شرحت عن الموضوع كيف بلش وكيف هوليوود من زمان اللي ماسكينها يهود. تمام صح وهذا شيء متفق عليه ولا لا. بس لما تشوفي انه الاعلام طبعا للان بس نسبتهم اقل، بس لما تشوفي انه الاعلام خلى الناس اللي ضد اليهود يحكوا لك ايش يا جماعه ايش في، صار حتى الناس ممثلين هناك صاروا خلص يأمنوا على حالهم يحكوا لا انا ضد هالاشي، انا راح اتبرع هاي انا راح اعمل ابصر ايش، انا راح اسوي هيك. حتى اكبر مثلا زي بيل حديد بتحكي خلص انا مش يمنعوني من شغلي ويقاطعوني وهيك. هذه الجرأة اللي وصلوا إلها مشاهير زي هيك كيف صارت؟ لولا انه الطرف المعادي لهذا الفكر المتخلف اللي عندهم اياه صار صوته اعلى. صح صار يجاحش انه كيف صار يعني الصوت القريب للحق صار اعلى؟ السوشيال ميديا من غباء العدو. لا صراحه من غباء العدو والسوشيال ميديا. صح هو غبي من يوم أقرر لك السوشيال ميديا. لا بس هون صاروا مش غباء بقدر ما هو وقاحة. لا يعني أنا بشوف الوقاحة بتصير بعد ما يعني أنا بشوف هلا على السوشيال ميديا مثلا الغرب متقبل، الغرب بقول ما في مشكلة، الغرب بسكت كتير لأنه ليش؟ فقد بوصلت المبادئ عنده، فالطبيعي اللي بيصير فيهم. بس حاليا كتير مستائين. ليش؟ لأنه وقاحيا صاروا وقاحة بدرجة الغباء في دعم هاي الأجندات على حساب الأطفال أحيانا، حساب لا وصح وبس على حساب مهنية العلم، مهنية جودة الأداء في اللعبة أو في المقالة أو في الأفلام. والله الواحد بطل عارف لا يحضر فيلم أيوه. ولا يلعب لعبة مش لأنه بدخلوا شخصية، لا لأنهم دخلوا الأفكار ومسحوا كل الشخصيات فصارت المؤامرات فجة وصارت الأجندة بس باللعبة مش قصة هي محور القصة. هي أيوة. محور القصة. فصار إنه طبعا ومهما حاولوا إنه ما يخلوها هيك، أنا عندي أجندة أكيد بدي أوصلها وأنا غبي كتير فأكيد رح أعمل هيك بالضبط. فيعني هاي صار يعني الواحد مستمتع يعني هو بيشوفهم بينهاروا بهالشكل. بس المشكلة إن إحنا عن جد يعني إحنا بنحزن على الشباب اللي هو بيحاول عن جد يحظى بمادة صالحة للمشاهدة، سواء عشان يستمتع أو عشان يستلهم أو عشان بس أنا صراحة أو عشان على فكرة يدخل بالمجال. فينا شباب كتير قال أنا حلمي أروح على ديزني. ليش حلمي يروح على ديزني وهوليوود؟ عشان عن جد يطور حاله. طبعا في شباب كتير بيكون رايح وهو خسران دينه، وفي شباب نفسهم يكون أصحاب دين ونفسهم عن جد يتعلموا هالشغلات بمستوى عالي. لأنه صراحة عنا جماعتنا للأسف ما فيش ناس تصرف فلوس على حرفيا شباب المحفزات كبيرة. يعني أنا قبل يومين كنت بحكي مع جواد ابن خالتي الصغير،
ف9 سنوات عنده أحلام وطموحات كبيرة. فمثلا هو نفسه يطور لعبة، فبحكي لي إنه نفسه يطور لعبة وأبصر إيش وأبصر مين وهاي، وبعدين ممكن تيجي شركة زي مايكروسوفت مثلا تشتريها $2,000,000. قلت له أوكي، بس لو شركة تانية إجتك مثلا بس $200,000، بس هاي الشركة أعطتك حريات إنها ما راح تتحكم في لعبتك، ما راح تخليك تحط أفكار أنت مش موافق عليها. فهو حكى شغلة كتير منطقية إنه وعم بتصير، وهي هاي أصلا من أساليب المؤامرة، إنه والله أوكي هذا صانع محتوى عمل لعبة حلوة، راح أعطيه $2,000,000، راح أعطيه كتير مصاري، بس أنا راح أتحكم بالفكرة. فالشباب أحيانا بصيروا إنه بتطلع على واو فلوس أكثر. المصاري، بروفيشنال أكتر. نعم. وهو والله معهم حق، والله معهم حق، بس الموضوع هلأ عن جد الموضوع صار أصعب. عشان هيك لازم الواحد يكون واعي. الناس البسيطة اللي أنا واعي نيتي لابس أواعي. عشان هيك اللي عن جد عنده نية طيبة وأريد أن أوصل رسالتي للناس وأبصر شو أنا لازم يكون عندك وعي بالسياسة وذكاء. وعي مش بالفكر مش سياسة بس، لأن السياسة بتدخل فيها. والأهم إنه الواحد يكون ذكي، إنه الأفكار والأشياء اللي الواحد بده يوصلها ممكن يوصلها من تحت لتحت بطريقة جدا حلوة. يعني مثلا لما نعمل مسلسلات عن إلها دخل في الأشياء اللي بتخص مجتمعنا المتدين والقيم الإسلامية، ما بحكي الصدق هو شيء رهيب. أجل. السلام عليكم. وعليكم السلام أختاه، حفظك الله ورعاكي. شكرا. لا شو شكرا. جزاك الله خيرا يا جزاك الله خيرا كسرة. لا أنا أي حدا بيحكي شغلة شكرا الله يسعدك الله يسعدك شكرا، لا حتى على راسي ما بحكيها. المهم لا يعني هاي مثلا شغلة كيف الشذوذ كيف الألوان الألوان لا المشكلة بدي أسمع الأغنية بدون ما يفكر فيه. أنا آسف طيور الجنة، أنا آسف عن جد بس كل ما صار الأغنية بتطق براسك. المهم وين طرت؟ كيف هوليوود دخلوا هاي الأفكار؟ ما بلشوها بالأول إنه تنين بيحبوا بعض ولد وولد. أنا أحكي لك كيف بحكي. شفتوا الفيلم هان؟ على فكرة شايف هاي الشخصية اللي حبيتها؟ لا أنا ما بحكي عن هاي، أنا بحكي عن الفكرة زمان. تحب الكل. لا أنا بحكي عن زمان. على فكرة الفكرة هاي يعني هاي آخر 7 سنين يمكن هاي الإشي اللي بحكي لك عنه أنا. بس لا هاي الشخصية على فكرة الألوان بدهم يدخلوها كأنه من أيام السبعينات هيك إشي. هم بس كل مرة بيحاولوا. في فيلم حاصل على فكرة كيف هيك إشي عالي كثير. يعني أنا كأنه الناس بتحضر على أساس فيلم حاصل على جوائز وأعلى إشي، بيكتشفوا إنه قصة حب ملونة. هذا قديم. قديم. فزي ما قلتي موجود. بس إيش اللي بدي أحكي إنه كان لسه أنجح كأجندة. أفكار انسي أفكار الألوان. الإلحاد هاي الشغلات ما بدخلوها بأسلوب واضح وصريح. صح. بالعكس بناقشوها بأسلوب فلسفي. هذا زمان يا جماعة. زمان. هلا أفلام هلا متخلفة. أصلا. وهذا المفروض ينعمل، لأنه الأعمال الأفلام والمسلسلات ما بدك أنت تشوفي إشي من الواقع، مش من الواقع، ما بدك تشوفي إشي معروض إلك بأسلوب الواقع. بس ريحان لازم تدخلي الأفكار من تحت لتحت. هم بدهم ما بالك لو الفكرة فكرة منيحة. بس شو منشنين على إيش هدول اللي بيعملوا هيك أنا بحكي هلا عن فاهم. صح انت معك حق. هلا لما يبدوا بهالطريقه انه انا بوصل رسائل بشكل غير مباشر وشرحك جميل، بس انا شو بدي اوصل في النهايه؟ انه هاي الافكار تصير طبيعيه. فلما تصير طبيعيه هل راح استمر في اني اوصلها بشكل غير مباشر؟ ليش؟ ما هي صارت متعارف عليها، صار طبيعي. لانه راح انت بس تعملي هاي الشغلات وتوصلي هاي الافكار انت حطيتها تحت باسلوب غير مباشر. بس فكرة المسلسل او الفيلم إلها جوها وإله فكرته وإله كيف. مثلا لما تحضري مسلسل اجتماعي حتى ولو في افلام بتلاقيها ما ركزت على الاشي، بس يعني ما بحكي ما تركز. ما هو بقول لك في افلام ما بتركز على الاشي، بس الاشياء السيئة بتكون اوضح من قبل وبتوصل لهالمرحلة. هذا الغباء اللي بوصلوا أنا بتوصل بس بعدين أنا بحكي لك هذا الغباء اللي هم وصلوه. لا لسه أشوى.
بقول لك بيركزوا لك على القصة. فيعني ما هلا هو هذا موضوع الغباء. لسه صار مصيبة أكتر. لو ضلهم من تحت لتحت كان أهون. بس لحسن الحظ إنهم صاروا واضحين، لأنه هلا حرفيا هو أنت هاي بس المرحلة اللي راح يوصلوا لها اللي باله الأجندة من زمان. متوقع جدا حتى لو مش هو اللي بيصنع الأفلام، طبيعي اللي بيحملوا رايته راح يكونوا متربين على أفلامه، راح يصيروا بالغباء الحالي اللي هم فيه هلا، إنه أنا بدي أكمل الراية هاي، بدي أوضح هاي الأجندة، وبدي أكون أكثر بالضبط قوة في العرض. صح. فبصيروا أكثر غباء. هذا اللي بدي أوصل له. منيح إنهم أغبياء. بالضبط. شكرا. بس أحيانا بتلاقي حالك في مجتمع، مش كناس، كمجتمع بشكل عام، خلينا نحكي إعلاميا، بياخد هاي الأفكار وبيحطها بالأسلوب اللي بيناسب مجتمعنا، بس هو برضو بغرسها. والله ما بتلاقيش إيش بيناسب مجتمعنا بشل، خاصة إحنا غربلتنا كتير عالية الجودة الحمد لله. بتعرفي أنا شغلة كنت بدي أحكيها. الشباب حاليا، طبعا بس نحكي شباب يا جماعة ذكورا وإناثا كفئة عمرية الشباب، الحمد لله في هاي الفترة الأخيرة مع أندرو تيت مثلا صار في وعي إنه أوكي في ممكن لحظة أكبر مؤامرة إيجابية صارت. أكبر مؤامرة إيجابية صارت صحيح إسلام أندرو تيت. كمية الناس اللي أسلموا من وراه أو فتحوا الباب لأنهم يتعرفوا على الإسلام، بغض النظر عن الفهم السيء. وقطر ومونديال أحلى قطر أجندة، أحلى إشي. أنا بشوف متى بيبدأ النجاح لما أشوف أهل الحق بالضبط بيسعوا للمؤامرة. شكرا لك. بس مؤامرتنا إحنا طبعا قطر مثلا شيء كويس، لأنه مش ضروري تحارب. أيوة قطر شو حكت إنه أهلا وسهلا بالجميع، بس لو سمحتوا احترموا المونديال لما احنا قوانين البلد. لما واحد يزورك على بيتك في بيتك حلو يحترم الاشياء. في المنطقيين سكتوا او قالوا صح معكم حق، هيك انبسطوا وارتاحوا. وبالفعل الكل ارتاح. بس اللي عملوا المشاكل، حبوا يعملوا مشاكل، هم اللي كانوا ونبذهم الكل. مسلم مش مسلم، عربي أعجمي، سبحان الله الكل كان مرتاح. سبحان الله. هدول في فترة هاي أندرو تيت والناس اللي بيتابعوه والمونديال صارت في وقت كتير متزامن، خلت الناس توعى. بالإضافة لأنه لما تروحي تشوفي الغرب الأشياء اللي هم مثلا أمريكا، الأشياء المشهورة فيها أكتر إشي اللي هو هوليوود، بتشوفي الجوائز الأوسكار وهاي الشغلات صارت بنهاروا كتير غبية. نعم. وشركات بتنهار، خاصة يعني بعد الوباء وقصصه. لا وحتى إنه جائزة الممثل، أفضل ممثل وأفضل ممثل، طب ليش يعني ليش مش متساويين؟ هاي جديد رح تصير قريبا. مش إجت شو اسمه أوسكار تو وايت، كتير بيضة، إنه البيض هم اللي بياخدوا الجوائز الأوسكار. هلا هاي كانت مشكلة فعليا. هلا أوسكار وطلعت حركة ميتو واللي بلشها أتوقع من زمان الموضوع هذا اللي بؤرة فساد عندهم أصلا. فذر فيلم العراب إجا بده يستلم البطل الأوسكار، ما راح، خلى واحدة من الهنود الحمر تطلع هي تستلم الخطاب. فهذا الوعي موجود عند الواعيين منهم. بس لما تروحي تقلب الموضوع ويصير دعم أفكار غبية، فهي هلا حكوها عن كان في ناس اللي بيركزوا على موضوع الرجولة في المجتمعات الغربية المحاربة كتير. بقول لك نساء هوليوود، خاصة النساء بيقولوا بمروا بحياة عاطفية صعبة لأنه هناك مجردين من المشاعر، مجردين من الإحساس بالإنسانية، كل هم فلوس، كل هم مصاري، كل هم هاي النجاحات اللي على مستوى الأفلام والصناعة وقصص زي هيك، ماديات قاتلة جدا. حتى النسويات بتحس النسوية صارت ديانة للنساء. يعني اللي بيعتنقها يعني معروف شو توجههم وشو فكرهم، سواء للنساء أو للذكور، في ذكور نسوية بالضبط. لا انهم بدعموا النسويه. لا وإشي بيحزن انه تخيل انا بدي اتبنى بس راي فريق البنات، طب فريق الشباب كمان على فكره والله بتوجعوا الكل. والشباب تعبيرهم عن المهم، بالعكس انت لما تنحازي لجنس معين حسب اخر دليل عن انك تقرين بانه فعلا ما في مساواه.
يعني ما فيش يعني عفوا ما فيش مساواة في هذا، الجنسين طبعاً. بيختلفوا عن بعض طبعاً. بدليل انك فاهمة معاناة جنس بس مش فاهمة كيف بيعاني الجنس الاخر، لانه سربرايز في الناس على فكرة يعني الجنسين بيعانوا على فكرة بطرق مختلفة وبيعبروا عن مشاعرهم بطرق مختلفة. فهي يعني هذا سوء الفهم المختلق. صح. واحنا البنات بتذكر حتى طلب. فترة محاكمة جوني ديب هاي كانت انكشاف الستار النسوي جداً. ليش احنا كنا مبسوطين فيها كمسلمين عنا؟ لانه النسويه جاي الموجه جاي بقوه. عمو هذا اللي ورجتك اياه، الله هذا العالم الرائع الشيخ والله هذا تحفه. احنا اليوم يوم فقدان الذاكره ولا متذكرين لازم اتذكر اسمه. حكى عن عدد اكثر 7 مؤامرات بتهدد طلعت كيف انا متذكره. الله الشيخ هيثم طلعت انسان رائع، بس للاسف وانا اللي دليتهم على دائما ناس اسمه. فهو عدد 7 مؤامرات بتهدد العالم والامه الامه الاسلاميه والعالم كله، الانسانيه كلها. الروبوتات اضعف إشي رتبها ترتيب. اضعف إشي الالحاد، الالحاد صارت حجة قديمه مكرره، صار زي دين. هو دين وحتى أسوأ إشي على فكرة دين، بس الفكرة إنه يعني قيم وثن بيعبدوا وهيك شغلات ونفس صح. الحجج بعيدوها. صار صح. أصغر ولد صغير متعلم كيف الرد عليها قد ما شبع شيوخ وعلماء بردوا على هاي الحجج. صح منطق. بس أخطر فكرة كانت وأكثر مؤامرة خطيرة ومهددة للإنسانية هي النسوية. تخيل هي لازم الحلقة نشوفها، لأنه يعني أنا حضرتها بس مستعدة أشوفها مرة تانية زي الأفلام. أنها الحلقة عن جد عبرت عن خطورة الفكر النسوي، وأكبر مؤامرة خطيرة الفكر النسوي، لأنها بتضلها بتصنع فروقات بشكل مستمر. وإحنا البنات صراحة إحنا البنات حساسات. إذا أنا قررت أمسك عواطفي أو أخليها تتلبسني ما بقصر. في دراسة بطفي مخي وأنا مخي جاهز لا يطفى عادي هيك كبنت. عادي ممكن هيك أطفي مخي أحطه على جنب وأمسك عواطفي وأخليها هي تسحبني لا أدمر حياتي كلها. صح. في دراسة انعملت ما بعرف مين عملها وما بعرف وين ومش مهتم، بس منطقية تنحكى وطبيعية، انه ايش نسبة النساء اللي بتعرضوا للعنف من الرجال إشي 50%، ونسبة الرجال اللي بتعرضوا للعنف من النساء 45%، واغلبهم ما بيحكوا. او ماي جاد. زي لما حضرنا محاكمة جوني ديب، يا زلمة الزلمة هذا ما اكل هوا وبصر ايش وما بحكي، لانه هيك رجال ما بيحكوا ما بيعبروا في العاده، بالعكس بحس انه انا بمتن من كرامتي لاروح اشكي. وبالعكس في شباب انا بتابع شوي بعض الفيديوهات اللي بتركز على الشباب، في شباب بيحكي انا كنت مثلا مديرتي هي البوس علي وهي تضايقني وكذا وهذا، ولما اجي احكي ومعاي ادله لما اجي احكي بسكتوا، وبالعكس بيقلب الموضوع ضدي. لا وممكن سبحان الله ما بخطر على بالي غير قصة يعني امرأة العزيز ويوسف عليه السلام، حرفيا نفس الشيء. شكرا لك، لأنه إحنا البنات بحاجة تسمع قصة يوسف عليه السلام. كل ما تحسي حالك نسوي جدا هيك الهرمونات هيك مأثرة على العرق النسوي اللي عندك هذا لا ما هو بيحكوك إحنا مش لهالدرجة، بس هيك بدعوا وقت المواقف بنشوف الحقيقة أو بنشوف على إيش أنت بتعملي هايلايت. على الأقل امرأة العزيز اعترفت بالأخير. يعني صبايا خلينا نكون صريحين، حارتنا ضيقة وبنعرف بعض. احنا ايام المدارس انا شخصيا مرة معلمة كانت تخلي بنت تفتش على الواجبات، كنت صغيرة تمام، وانا شخص شوي مهمل بالمدرسة فما كنت دائما احل الواجبات، فالبنت كانت تسجل، بس في مرتين مثلا مرة مرضت فيهم وغبت فيعني في يعني مش كل هاي المرات ال6 مثلا المحسوبين اللي عند البنت كنت انا عن جد مش حل الواجب. المهم فالمس شافت انه انا مش حل الواجب فاجت تبهدلني بهدله طبعا صراخ، فانا شو حكيت فلنستخدم سلاح الانثى الهاي، صرت اعيط انا كنت حالة بس ما حدا ابصر ايش. اختي تستس انا كنت صغيرة. او ماي جاد تستس بالفطرة. وكل اغلب البنات هيك كانوا في المدرسة. احنا بنعرف بعض، لما بنت والله انا ما كنت ابصر هيك احنا نطلع علينا صبية انا سيريس جيرل احنا عارفين. عشان هيك شو اعمل انا ببكي عن جد لما ابكي
شو أعمل بحالي هسه بطلع نصابة؟ لا ما هو الموضوع انه ببين، دموع التماسيح. الموضوع انه ببين بنات يعني امبر هيرد بس قاعده تعيط احنا صبيه. انا هذيك كثير في ناس بتتعاطفوا مع هالإشي. اوه ماي جاد. فهي هاي الفكره انه يعني فمنطقي كتير انه النسويه شيء كبير يعني بخوف مرعب. يعني صراحة خلينا نوقف عند هون، يعني خطورة هاي النسوية. بس على فكرة بدناش نوقف هون، خلينا نحكي بنقطة أخيرة. تفضل. على أي أساس نكذب أو نصدق نظرية المؤامرة؟ شديت عن جد شو الفلتر يعني أي نوع من المؤامرة، أي نوع من المؤامرة. الدين. صح، ما هو الدين، القرآن السنة. ما هو عندك فتن كمان. عرفت صراحة بتعرفيش شو وضع القرآن والسنة والسنة المأخوذة من البخاري ومسلم وبس، منقولة منهم بس بدون ما نضيف ناس جداد، خلص ما احنا هدولا. بكون انت اعصابك رايحة، بلاش بتجيب العيد بحالك. خلص يا اخي. لا في ناس بقول ما فيش نظرية مؤامرة جد هيك، خلص بقول لك يعني. طيب خلينا المشاكل اللي بتصير خلص مشاكل، خليهم يكملوا حكيهم، انا معك يحكوا مع حالهم. احنا بس يعني صراحة وصلت معي اللي هو انا ما بصدق بنظرية المؤامرة، بس انا هيك بعمل زي انا ايش، مع احترامي الشديد، هاي نفس الاشي. اللي هو ليه ما فيش داعي تحكيها ترى عادي. هو انا بحكيها كثير للاسف. ما هو مع احترامي لانه مع احترامي الغبي انتوا اغبياء، مع احترامي الشديد انتوا اغبياء. انا اعتذر جدا، انا جد. لا بس انه يعني خلاص القرآن والسنة مش بالاحكام يا اخي اقسم بالله مرات بشوف والله الواحد بتمقلب بناس بياخذ منهم دينه. خلاص زي ما احنا ليش هي حديث انظروا عما تاخذون دينكم، لانه الموضوع والله حساس. بالضبط، بس ليش احنا نزودها صاحب ريحان انه احنا تعرضنا لخيانات كثير يعني صراحه. احنا فتره سنة، بس ما هو عن مين تاخذ السنه يعني؟ انت ما راح تفتحي البخاري ومسلم. افتحوا اوكي. قبل شوي ما هو بيجي قبل شوي يا جماعه انا بيجوني بيعطوني حكم المصورون وهم ما يعني بياخذوا رايي مثلا مذهب معين وكذا، بيروحوا ما هو هي القران السنه. طيب. هيك عندنا المذاهب الاربعه حكوا لك اسلوب التفكير السليم مو كل الناس مؤهلين، معلش جد يعني. انا بدي صح، انا معاكي. انا كيف بدي امن بنظريه المؤامره؟ انا مش شايف. انا بدي احكي انا بكون متورطه. انا لازم اشوف هذا العالم تمام، اكون عارفه كلامه صح، يعني قصدي مثلا عارفه تفكيره السياسي. السياسه مهمه جدا، السياسه من اساسات الدين. بس في ناس عن جد ريحان، في ناس بيكون مثلا رايهم سياسي بيجيبوا في العيد لا يعني ضعف العلم عندهم، بس مش لانه سيء. انا لما احكي عن عالم دين هذا لازم يكون حدا مش زي اي مفتي عايش عالي. نعم معك حق مفتي. انا ما بسمع داعيه بيحكي لي والله هذا حرام وهذا حلال، او اسمع واحد عالم الاقيه بيحكي السيسي يعني والحق معه واحنا يعني انت بس والحاكم المتغلب. يا سلام، يعني انا قلبي بوجعني لا قدر الله اروح عند دكتور اسنان ليه؟ ما هو بدرس طب بس بدرس اشي تاني، اشي مختلف. حكيت مثال رائع. ابوي فخور فيي هسه. بابا دايما بعطي امثله رهيبه. المهم تظل حلقه سالخه امثله، انت امثله عن اشخاص. هذا شوي كان خفيف العبء. فعلماء الدين بس وما بتشوفيه بتغير رايه، ما بتشوفيه بيحكي بدون ما بحكي لك، لانها صراحه اعطيك امثله هاي. يعني انت بتحكي على الاساس اللي بنصدقه فيه، بس انا بحكي لك عن نظريه المؤامره كلها زي ما قلت. يعني يخليه يضله مصدق حاله. يضله مصدق حاله ويحكي لانه اللي بيقرا القران صح، مش بيقرا القران لانه في كل حرف هذا اسلوب جميل صح، واحنا بدنا نقرا القران ونكسب اجر وربنا يرضى عنا بس يا جماعه الموضوع اكبر من هيك. احنا بشهر القران هلا صراحه الواحد يقرا القران وهو انا بحب اختم شوي. انا بحب اختم ببطء شوي يعني، زي نوعا ما ارتل وانا بقرا، بس عشان افكر هيك اتشبع الايات، لانه الايات بتحكي لك عن قصص تعكس في الواقع على
الأرض لا يعني الواقع حاليا الآن، يعني ليش يعني بنعرف القرآن قصة لكل زمان وكان. ليه ففعلا نعرف قصة سيدنا موسى؟ ليش نعرف قصة البقرة؟ ليه لأنها بتعكس إشي، وهذا الإيه، وقصص هاي اللي بتعبر عن إشي عظيم عظيم عظيم، وإشي سائر لكل الأزمنة، دليل على إنه لكل الموضوع الأزمنة. مؤامرة. يعني الشيطان لما يجي يحتنك لنا ويخطط ضدنا وكذا، فكركم هذا العدو القديم هذا راح يكون مجهز بس بده يوسوس وآيات لك. السحر، هدول آيات السحر زي بسورة البقرة اللي هو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعني هدول افتروا على نبي الله سليمان. وعلى فكرة هاي الأنميات خاتم سليمان وأبصر شو كتير على فكرة بيجيبوها بالقصص عندهم، الأنميات والرسم الهندسي هذا النجم السداسية كله بيكون رمز للسحر. هم ما بيعرفوا الغرب، مش كلهم على فكرة بيفهموا بالسحر، بس بقول لك سحر بكتب على جوجل بيطلع له هاي الرموز. ايش معنى هاي الرموز؟ يعني كله إشي عميق والله. يعني حتى اقرأوا اسم شو يا جماعة، خلاص خلينا ننهي هون جد. احضروا قناة السبيل. قناة السبيل خاصة أحمد دعدوش. أنا بعرف عن نظريات المؤامرة قبل، بتابعها طب سؤال بيسولفوا في الموضوع عادي. معلش سؤال، أحمد دعدوش بيعطيك عن جد الأشياء اللي عن جد. طب معلش سؤال، بتكون غالبا شو السبب اللي خلاكي تعتبري قناة السبيل وأحمد دعدوش عبارة عن مرجع؟ مش إحنا هلأ بنحكي على أي أساس بتختاري عالم الدين اللي تسمعي منه؟ طب على أي أساس مثلا اخترتي هاي القناة، وعلى أي أساس اخترتي هذا العم؟ سؤال جميل الأستاذ، سؤال جميل، لأنه أنا بتابع الأشياء هاي من قبل. من ناس معروفين بدينهم، سمعتهم كويسة، والآن أثبتوا إنه هم ناس أصحاب مواقف، وعلمهم فعليا ما زال منطقي بالنسبة إلي ويؤكد. فلما أشوف ناس بيشبهوا هدول الناس اللي أنا بحترمهم وبتوافق مع الكلام اللي القرآن بأيده والحديث بأيده، أو على الأقل ما يرفضه، فخلص باخد فيه. ما هي أسس تحصيل المعلومة الطبيعي يعني عند البشر. صح. بس على إسقاط على نظرية المؤامرة فعلا، يعني يكفيني القرآن حتى يورجيني إنه عن جد في مؤامرة ضدي، والأحاديث يكفيني إنه أنا في أمي مهزومة مهما حاول شبابها يثور أو يغضب يتم إسكاته بطريقة شوي هيك غامضة، هيك قمعية غريبة. بلش الموضوع من قبل، بس هيك ملحوظة بسيطة وأخيرة. السنة إحنا بنعتمد على القرآن والسنة. القرآن ما بقدر تحريفه، بس السنة كتير سهل إنه والله كل القصص اللي نعرفها عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المدرسة ما تكون أي قصص فيها من الجدية أو من القوة من الحديث المسندة. صح؟ لا أنا بحكي تكون مسندة. لا الحديث ما بتلاعب فيها ريحان، اللي بتلاعب فيها بيكون بيستغل جهل الناس. أنا ما بحكي عن الأحاديث، أنا بحكي مثلا أو ممكن أحاديث وتكون صحيحة وكل إشي. بس ليش بسلطوا الضوء على أحاديث بس معينة؟ يعني لما نحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تشوف في قصة بتذكر عدله اللي هو العدل القوة. لا تذكريني قصة اليهودي اللي برمي الأشواك قدام بيته وعاده وهو مريض. كل القصص اللي بنعرفها عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحنا في المدرسة كلها لا تعمل سلكت أول بليز. لا للأسف كلها أنا في معلمة الدين كانت بالتوجيهي الله يسعدها، كانت لما يذكر قصة في وكتب الدين آخر السنة في التوجيهي عنا شالوا أشياء كمان، يعني شالوا أشياء لها دخل ممكن في نقاش ممكن يوصل الموضوع إنه يعني نضحد الإلحاد. كان في حرب على الإلحاد قوية يعني بالضبط. شالوها كلها عشان ما احنا رايحين على الجامعة يلا نلحد. فكانت المعلمة مثلا يكون قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة في الكتاب عن الحنية اللي هو أوكي ما هو في السيرة موجودة يعني، فهي شغلة مهمة الواحد يعرف عنها. تروح تحكي لنا برضو مثال عن قوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه ما تشوف المناهج بتصنع ما له مفهوم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا المفهوم بيكون أثبت من غيره بعدين. فهي الحالة مؤامرة. هاي الحالة مؤامرة. نعم. فلما تشوفي بس رح أنت بتجيبي لنا بتهددينا بتخلينا نروح ورا الشمس يا أختي. لا
نضلنا ساكتين احسن ولا لا؟ خلينا ساكتين احسن بس اوكي. بس الله ياخذه. شكرا يا جماعه على المتابعه. شو كلمه السر عنا اليوم؟ اصفر محمر. او ماي جاد. احمر مصفر. هسه مكتوب احمر مصفر. خلص انا بحب الاصفر والاحمر. احمر مصفر. شكرا ريحان. مش عاجب الموضوع بس يلا شكرا يا ريحان. نراكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم.